الناس اللي بغاو يطلبوا اول بطاقه الاقامه متعدده السنوات لا كارت بلوريانويال اولا بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات، وباقيين تيسولوا على شكون اللي معني بهاد الاجراءات الجديده اللي دخلت حيز التنفيذ في هذه السنه ديال 2026، وشكون اللي معفي ولا ما معنيش بهاد الاجراءات هادي، وشكون اللي البلدان ديالهم دايرين الاتفاقيات مع فرنسا. يعني الناس باقيين تالفين واحد الشويه بخصوص هذا الموضوع هذا. الاخوه راه الامور واضحه وباينه، وسبقنا تكلمنا على هذا الموضوع هذا بزاف ديال الفيديوهات. الناس اللي غادي يطلبوا اول مره لا كارت بلوريانويال اولا بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات من غير الناس الاوروبيين اولا صحاب اللوجو اولا الناس اللي عندهم شي حاله مرضيه مزمنه اولا الناس اللي عندهم شي ديبلوم يعني تيعادل الادو اولا البي ان، من غير هاد الناس هادو اللي غادي يطلبوا اول مره بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات اولا لا كارت بلوريانويال كما قلنا، راه كلشي معني بالادو اولا البي ان على حساب شنو بغيتي تطلب وليكزامان سيفيك. فمن غير هاد الناس هادو اللي ذكرنا الباقي سيروا دوزوا ليكزامان سيفيك ديالكم وحصلوا على الدبلومات اللي تيطلبوا منكم بلا ما تبقاو معيين راسكم. راه ما غادي يعطيكم حتى شي حاجه الا ما قديتوش الغرض. باش نكونوا واضحين، هادوك لي زاكور بيلاتيرو داك الحماق كله هو راه غادي تضيع الوقت، انت اللي خاسر في الاخر. فمن الاحسن والافضل لك دوز ليكزامان سيفيك ديالك الA2 اولا البي ان، راه ساهلين ما كاينش فيهم شي اشكال نهائيا، وهني راسك. وبالنسبه للناس اللي ديجا عندهم هاد لاكارت بلوريانويال اولا البطاقه ديال 10 سنوات، فراه التجديد ما غادي يطلبوا منكم حتى شي حاجه، لانه انت ديجا حاصل على هاد لاكارت بلوريانويال اولا بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات قبل من هاد الاجراءات اللي دخلت حيز التنفيذ كما قلنا في شهر 1 2026. فالاخوه الله يجازيكم بخير، الناس اللي بيديروا اول طلب الادو والبي ان على حساب شنو بغيتي تطلب نتايا معاهم ليكزامان سيفيك، بغيتي دير فيها هذا التفاهم وبتقول لهم حنا الاتفاقيات ولي زاكور بيلاتيرو بيناتنا وداك الحماق كله، هو الله يسهل عليك اخويا لانه غادي تضيع الوقت. فنتمنى الفيديو يكون واضح وباين، واللي مازال عنده شي تساؤل مرحبا بكم في التعليق او لا عبر الرسائل، وما تنساوناش الابوني.